اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج صاحب العصر والزمان. عظم الله أجرنا وأجركم باستشهاد باب الحوائج موسى بن جعفر إمام الكاظم الدخيلة سلام الله عليه. هنا راح أسوي داتلي إن شاء الله ظل انطانا عمر باكر، أوزعه للزوار يعني للمشاية، فقلت آخذه وياي لأن بغداد يمكن باكر يطلعون. خليت 6 كوب دقيق وضفت خميرة وسكر وضفت ملح، وهنا بطلين ماء، شوفوا هذا القياس، و3 معالق نشا. صار بطلين ماء من هذا يعني مي أول 250 بطلين ونص يعني ما استعملت لأن 6 كوب دقيق فخليته. ظليت أسوي شي لحد ما يطلع الهواء من عنده، يعني إذا أريد أشتري من برا قليل والزوار هواي، فقلت خلني أنا أسوي، العدد راح ينطونا قليل طبعا وهم ما شاء الله يعني الزوار هواي فما راح يكفي. شفتوا العدد 6 كوب دقيق، شوف ايش قد طلع ما شاء الله، يعني طلع صينيتين ودعت الله يجنن. ظليت هيجي أسوي بيه وأطلع الهواء من عند العجينة، شوفوها شلون، خميرة وسكر وماء. 6 كوب دقيق 2 بطل ونصف ماء وخميرة، وخليته يختمر، وبعدين من اختمر طلعت الهواء من عنده. العامان همينة وزعته وكنت ناشرتها وزعت داطلة وهيجي أشياء، وزعتها طريقة المشاية. شو شلون طلع. وهنا عالطباخ وقف الساعة ساعة ونص أكثر ساعتين والله ما أعرف. وقليته وكان عندي شيرة بارد القطر، خلينا نقول بارد بالثلاجة لأن لازم هو حار وذا القطر بارد. حياته شلون كان، شلون صار يجنن. واستعملت هنا زيت الألطنسو بطلين زيت استعملت للقلي. شلون طلع شوفوا يجنن. شوف صينية ثانية صينيتين، شوف شلون مقرمش، دا أدق على الصينية حتى يطلع بس هنا مقطع الصوت لأن أمن للمونتاج. طلع صينيتين من هذا وقليل بحقهم ايش ما نسوي، لان انا انطاني دخيله وما قصر، ما يوم نخيته وردني. امانه باب الحوائج كل ما انخى ما يردني امانه الله. وقليل بحق هذا النذر مالي اوفيه، قليل بحقهم. وهذا السيرب شوفه شلون ثخين، طبعا هذا السيرب شوف عندي بالثلاجة فطلعته وخليته. دا أراويكم المناظر يعني شلون، وهذا الشكل ماله ودخلته بالثلاجة لأن شوفي شلون يجنن. إن شاء الله يعجبكم، مشاهدة ممتعة. حياتي بابا.